ريقي نشف بقي صوبي يا جدعان. اتفرجوا معايا يا حضرات كده على الفيديو الخطير ده وتعالى لي علشان النهارده انا هقول لك معلومات وحاجات حصلت الساعات اللي فاتت مش هتتخيلها، مش هتسمعها في حته تاني. الفيديو ده يا حضرات زي ما انتم شايفين كانت لوصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اول امبارح لدوله كينيا، وكانت الزياره مهمه جدا وكان حاضرها كل قاده افريقيا، حتى رئيس فرنسا ماكرون كان حاضر هناك. ايوه انا علوه، فين الكلام وفين المشكله؟ والصحف الاجنبيه قلبت الدنيا ليه على الفيديو اللي انت وريته لنا ده؟ احب اقول لك ان مش الصحف الاجنبيه بس، كله دلوقتي عمال يتكلم على الفيديو ده، بل وهجوم شديد من كل الناس اللي مش بتحب لنا الخير اللي انتوا عارفينه، لانهم يعلموا جيدا دلاله ومعنى الفيديو اللي انتوا لسه شايفينه ده. حضرات مصادر بتقول ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لما وصل كينيا كان في استقباله قاده كينيا ورئيسها والمسؤولين والكلام الحلو ده، كانوا جايبين له معاه سياره كينيه محترم، وقالوا للحرس المصري المسؤول عن حمايه الرئيس ان دي السياره التي ستقل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مقر اقامته. لكن فوجئ الكينيون برفض الحرس المصري انه يخلي الرئيس مصر يركب العربيه اللي جايه له من كينيا. والمفاجاه الاكبر اللي كله دلوقتي بيتكلم عنها وقلب الدنيا عليها حضرات، انهم فوجئوا لاول مره ان المصريين جايين وجايبين معاهم عربيه خاصه مصفحه ومؤمنه بمواصفات مصريه خاصه يستخدمها الرئيس ويمشي بيها جوه افريقيا وجوه اي بلد يروح. انت عارف حضرتك فعل زي ده انت ممكن تستصغره وتقول لي ايه يعني احنا واخدين معانا عربيه من مصر حاجه كده في الشياكه يعني يا علو؟ لا شياكه ايه يا حبيبي؟ مين الدوله الوحيده اللي بتاخد عربياتها معاها وهي مسافره في اي حته عشان تركبها؟ الولايات المتحده الامريكيه يا عزيز. الدول الكبيره الامبراطوريات لا تسمح لمن يمثلوها انهم يركبوا اي عربيه كده وخلاص. ليه؟ لان رؤساء الدول الكبيره بيكونوا مهددين دايما بالاغتيالات. انتوا عارفين دول افريقيا يعني على ما اسوا لسه على باب الله، عندهمش سيطره كامله على ارضهم امنيا، ورئيس زي رئيس مصر طبعا مهدد بالاغتيال في اي لحظه يا باشا. الراجل موقف عمليه تهجير كانوا كلهم بيحلموا وبيخططوا بيها، الراجل منوع سلاح الجيش المصري ووقف اعتماديه جيشنا على السلاح الامريكي، الراجل محرك جيش مصر ومطوق بيه دول الخليج والجزيره العربيه والكعبه علشان يحميها. ان ما كانش ده المهدد بالاغتيال امال هيكون مين يعني؟ ريقي نشف بقي صوبي يا جدعان. الصحف الأجنبية بتقول لنا إن دي كانت العربية الوحيدة في كينيا كلها اللي الدركسيون بتاعها على الشمال، إن كينيا زي بريطانيا دركسيونيات العربيات على اليمين مش على الشمال. عربيتنا المصرية كانت الوحيدة في كينيا كلها اللي دركسيونها لا مؤاخذة على الشمال. الصحف الأجنبية بتقول لك إن كانت السلطات الكينية ممتعضة، يعني شايفة إن الموضوع يعني إيه جايبين بعربياتكم، هو إحنا مش قد المقام ولا إيه؟ لكنهم استسلموا في النهاية للأمر الواقع نظرا لثقل مصر الاقليمي والافريقي. طبعا مش محتاج افكر حضراتكم بمحاوله اغتيال الرئيس مبارك عام 1995 اللي حصلت في اثيوبيا، اللي كان الرئيس المصري لولا الحرس الرئاسي المصري ولادنا كان زمان الرئيس مبارك تم اغتياله 95. وخلي بالك عشان الواد رياض اللجنه يقول لك ايه يا عم انتم مكبرين الموضوع كده ليه؟ المساس برمز دوله هو المساس بشعبها وبسمعتها وكرامتها. انت عارف يعني ايه لو احنا تهاونا في حاجه زي كده ولا قدر الله حصل اي سوء لاي قياده مصريه في الخارج؟ ده كانه بالبلد كده حد بيعلم علينا احنا كمصريين. هل انت تقبل ان حد يعلم عليك؟ هلا الواد رياض يقبل بصراحه، ده عيل ما عندوش كرامه ولا مله ولا دين يعني. انما حضراتكم يا شعب مصر هل تقبلوا ان حد يمس واحد مننا سواء من الشعب او من القياده المصريه؟ لذلك كان التامين على اعلى مستوى. اليوم مصر نقدر نقول انها تناطح الولايات المتحده في الاجراءات المتخذه الامنيه في سفر مسؤولينها الى الخارج. اما النقطه الثانيه اللي انا متاكد ان حضراتكم مش هتسمعوها في اي حته تانية انا جايبها لك النهارده، والله يا جدعان انا ما صدقت الكلام ده الا لما شفته بعيني. اخد بق صوبيا الاول الله يخليكم. يا سلام على الصوبيا المصري يا سلام. وجئت بخبر من يومين يا حضرات ان السوشيال ميديا الاثيوبيه مقلوبه علينا في مصر. هو العالم ملهوش الا مصر؟ والله يا حضرتك انا سالت نفس السؤال. السوشيال ميديا الاثيوبيه مالها ومال مصر والمصريين؟ لو انت ما تعرفش اللي بيحصل في اثيوبيا دلوقتي احب اقول لك ان في حرب اهليه في اثيوبيا، كل واحد ماسك في اللي جنبه ونازل فيه ضرب، غير ان اثيوبيا بتضرب في الصومال واريتريا جيرانها. ايوه برضه ايه علاقه مصر بالحواديت اللي انت عمال تحكيها لنا ده يا معلم؟ علاقه مصر ان الشعب الاثيوبي
على السوشيال ميديا يعتقد ان كل المشاكل التي تحدث لهم بسبب المصريين، وان المصريين هم من يقفوا خلف الحرب الاهليه اللي بتحصل في اثيوبيا كما يقول، وان المصريين هم من يقفوا خلف معاداة الصومال واريتريا ليهم، وعمالين يقولوا ان الراس الكبيره اللي بتعمل فينا كده هي رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، وناشرين الصوره اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي قدامكم دي، وظاهرين الرئيس المصري وهو يتحكم في رؤساء وحكام الدول الافريقيه المحاوطه لاثيوبيا اريتريا والصومال. قالوا بيقولوا كمان ان في قوات دلوقتي من الجيش المصري موجوده في هذه الدول، واننا لينا قواعد مصريه عسكريه داخل هذه الدول لحمايه امننا القومي وعمقنا الافريقي ولمراقبه سد النهضه لامكانيه التحرك في اي لحظه نجدها مناسبه حمايه مصالحنا. ده كلام الاثيوبيين على السوشيال ميديا مش كلامي حضرتك. كمان الاثيوبيين شايفين ان ممكن مصر تتدخل وتغير نظام الحكم في اثيوبيا في اي وقت هي عايزاه، لانهم شايفين ان المخابرات المصريه اصبح عليها نفوذ كبير جدا داخل الدوله الاثيوبيه، وان المصريين بيعملوا كل ده لحمايه مصالحهم المائيه اللي سببها لهم سد النهضه. لو الكلام ده صحيح يا جدعان فتحيه لرجالتنا المصريين اللي رافعين راسنا من اول الخليج لحد الدول الافريقيه. احنا النهارده بنتعامل كدوله عظمى يا ابني. مصر النهارده بتتعامل مع الدول المجاوره كانها دوله عظمى، امبراطوريه تناطح امريكا. بنبعت جيشنا يحمي الخليج ويطوقه، بنبعت جيشنا لدول افريقيه عشان نحمي عمقنا الافريقي ومصالحنا هناك. مين بيعمل كده الا امريكا؟ يالا الله 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 العظمه والحلاوه يا جدعان. والله العظيم يا جدعان انا متاكد ان كل مصري اصيل من حضراتكم بيسمع الكلام ده وشايف الاخبار دي في قمه سعادته وفخره الان.